السلام عليكم كبيدات، كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال، ناشطين فرحانين 5 المهم الغزالات ديالي، الوصفه ديال اليوم قنبله للجمال، قنبله لشد البشره، بوتوكس طبيعي وداعا لترهل ديال البشره، وداعا لهاد الخدود مدلدلين، وداعا لهاد الشيء اللي كيكون مجلفط، وداعا لهاد التجاعيد اللي كتكون هنا، وكذلك هذيك 111 اللي كتكون هنايا او دوك الخطوط اللي كيكون هنا. الا تبعتي هذه الوصفه، هذه الوصفه البشره ديالك كتبقى مشدوده، واخا يكون ما عرف شحال في العمر ديالك، 20 30 40 سنه 60 سنه حتى ل 70 سنه، ضروري ما تعطيك النتيجه، كوني متاكده. الوصفه فيها 3 ديال المكونات غزالين كيكملوا بعضياتهم، وانتم غادي تشوفوا المكونات وتعرفوا بان الوصفه فيها المعنى وفيها النتائج ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديالنا ندوزو نشوفوا المكونات ديالها، الطريقه ديالها، ونرجعوا باش نطبقوها على الوجه. من اروع الوصفات الطبيعيه، كانك درتي عمليه ديال التجميل او مشيتي درتي شي بوتوكس طبيعي. كنقسم لكم بالله، وجهي ما عمري ما مشيت عند شي طبيب على ود وجهي، ما عمري ما مشيت درت شي بوتوكس طبيعي دوك اللي كيكتبوا ليا انتي اختي، هذيك اختي انتي اللي كتكتبي لي راكي دايره عمليه ديال التجميل وجهي تضحكي علينا. كنقسم لكم بالله ما عمرني درت شي عمليه ديال تجميل وجهي، ولا درت شي بوتوكس طبيعي، ولا درت شي حاجه لوجهي من غير الوصفات الطبيعيه او الكريمات العاديه جدا اللي كنشارك معكم كمرطبات فقط. اما بالنسبه للوصفات فانا مدمنه عليهم من زمان. فبالنسبه لهاد الوصفه هذه، راه اش نقول لك البنات، راه غيحلفوا عليك الناس كانك مشيتي اختي درتي شي بوتوكس. المهم اختي دير اختي الوصفه وطلق عليهم اختي السلوكيه. المهم البنات، الوصفه واعره زوينه وتعطيك نتائج زوينه كما كيبان لكم البنات. الحمد لله الوصفه ديالي، الوصفه عاطيه على وجه النتائج من زمان من زمان وزوينه. كنديرها على الوجه ديالي، كتعطيه واحد اللمعه، وكتعطيه واحد الشد ديال البشره واعر. بالنسبه اللي عندهم ترهل ديال الخدود، فنصحهم انهم او كانت صغليضه وضعافت وترهل ليها البشره ديالها، فنصحها بهذه الوصفه هذه المعجزه الغزاله. فما نطول عليكم المقدمه، سيري اختي شوفي المكونات ديالها، راه ساهل عندك غير في الدار. 3 ديال المكونات ما غاديش تخسري عليهم فلوس بزاف، وغادي ترجعي باش نطبقوا الوصفه كيف العاده. بسم الله على بركة الله. بالنسبة لوصفتنا اليوم إن شاء الله خاصة لشد البشرة أو ترهل أو مشكل ديال ترهل البشرة. فبالنسبة لوصفتنا اليوم وصفة طبيعية ممتازة ومجربة 100%، النتائج ديالها رائعة 100%. سبق لي وشاركتها معكم سنين هذه، ولكن من الوصفات المدمنة أنا عليها، الوصفات اللي كيعجبوني بزاف وكيعطوني نتائج من أول استعمال. البشره ديالي دائما كنحس بها مشدوده وكنحس بها باقا صغيره، الحمد لله بهاد الوصفه هذه الرائعه، واللي جربوها بزاف طبيعه الحال، مجربينها الناس بزاف، وبالاخص المتتبعات ديالي اللي متابعيني، سبق لي شاركت معاهم سنين وشكروها ليا وزوينه بزاف، وبغيت نذكر بها المتابعين ديالي الجداد. فبالنسبه لوصفتنا اليوم سهله في متناول الجميع، طبيعيه 100%. الا ما نفعاتك راه ما غتضركش نهائيا، ما كترجع لا للوجه لا حتى شي حاجه، بالعكس كتعطي النضاره وكتعطي الاشراقه وكتعطي شد على البشره، وجهك تيولي مطوندي كانك درتي بوتوكس طبيعي. الوصفه فيها بيضه، فيها الارز الابيض العادي الارز، وفيها البذور الكتان. هاد 3 المكونات من اروع ما يكون، يعني كيكملوا بعضياتهم في هذه الوصفه هذه وفي هذه الخلطه هذه الرائعه. بالنسبه للخلطه ديالنا غنحتاجوا هاد المكونات يكونوا مطحونين، فضروري من هاد زريعه الكتان او بذور ديال الكتان، ملي كتبغي ديريها كطحني واحد القياس اللي غادي يكفيك، ما كطحنيهاش كامله، كطحني غير قياس شويه اللي غادي يكفي لك الوجه ديالك، ومن بعد عاوتاني عاد كتعاودي تطحني القياس اللي غادي تحتاجيه في مره واحده اخرى. بالنسبه لي البنات انا دائما كنقول لكم البشره ديالتي مختلطه، فغادي ندير البياض ديال البيض. وبالنسبه للصفر غادي نحتفظ به. بالنسبه للقشور حتى هما البنات، الا كان البيض بلدي احتفظي به، جمعيه، راه حتى هو زوين. غادي من بعد مني كيكون عندك واحد الكميه كثيره راه كتبحثي وغتلقاي وصفات خاصين به، وان شاء الله راه شاركت معكم شحال من مره الوصفات ديال قشور البيض. صافي البنات، بالنسبه للصفر غنحتفظوا به، نديروا به شي وصفه واحده اخرى. وبالنسبه للبياض غادي
نديرو به الوصفه ديالنا. غادي نضيف البيض غادي نضيف معلقه ديال بذور الكتان مطحونه. بالنسبه للارز البنات كما قلت لكم غادي تطحنوه طحنا جيدا مزيان يولي بحال الفورس، وغادي نديرو معلقه يعني تطحن مزيان يعني دقيق الارز. بالنسبه لي انا غادي نستعمل كريمه ديال الارز اللي سبق لي وشاركتها معكم، راه واعره البنات، فنه 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 واعره كريم الارز. اللي باقي ما شافوش او ما شافش الوصفه غادي نخلي اول تعليق في هذا الفيديو هذا غادي نخليه مثبت باش دخلي شوفي الطريقه ديالو كيفاش تستعمليها. نتوما البنات كتحتفظي بهاد الكريمه هذه كتبقاي ديري بها ماسك، راه شاركت معكم الماسك ديالو لا اليدين ولا الوجه. وبالنسبه لهاد الخلطه هذه الاساس ديالها هاد الكريمه هذه الاساس ديالها هو الارز. راه بحال درتي هذا ارز مخمر البنات، ارز مخمر وصايبته بهذه الطريقه هذه كشكل كريم. هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش داير كيحمق، هذا واعر. بالنسبه للبنات اللي فيهم الحبوب، اللي فيهم ليطاش في الوجه ديالهم، اللي فيهم تصبغات في الوجه ديالهم، هاد الارز ضروري انك ديريه وضروري تشوفي الطريقه ديالو وبقاي ديريه في الوصفات ديالك من اروع ما يكون. هانتوما غادي نخلط الوصفه. هانتوما درت البياض ديال البيض ودرت معلقه ديال بذور الكتان مطحونه جديده، ودرت معلقه ديال الكريمه ديال الارز. اللي ما متوفرش عندها راه غادي تاخذ الارز الابيض وطحنه مزيان بحال الشكل ديال الدقيق وتغربلو ودير واحد المعلقه كبيره لهاد الوصفه هذه. من بعد ننصحك انك توجدي كريمه الارز، راه ساهله الطريقه ديالها. كما كيبان لكم في الفيديو هذه هي الوصفه ديالنا ساهله ماهله. غادي تقول لي فاطمه وسيري جيبي لنا شي شارفه وديري عليها الفيديو. اختي شوفي اختي طبقي الوصفه على النفس ديالك. الا فيك هاش تجاعيد ولا فيك شي حاجه، انا اختي ما عندي لا مرا شارفه ولا عندي شي واحد اللي غادي نجيبو نطبق عليه الوصفه، فكنطبقها على وجهي. الدليل هو هذا، يكفي انني عندي 44 سنه والحمد لله البشره ديالي مشدوده بركه ديال سيدي ربي. وهاد الوصفات المعجزه ديال الطبيعيه 100%. فبالنسبه ما كندير حتى شي حاجه من غير هاد الشيء اللي كنشارك معكم، فالحمد لله الله يجعلها نعمه دائما ان شاء الله. بالنسبه الوصفه ديري النيه اختي وديري هاد الوصفه هذه وان شاء الله غادي يكون غير الخير وغتعجبك. ولكن المداومه البنات ماشي غديريها وسيري اختي ونساي راسك وسميتها، راه خصك المداومه اختي على الوصفه. فبالنسبه لي انا اختي راني مداومه عليها سنين، هذه دائما كنديرها عندي دائما كنشاركها معاكم. الوصفه غزاله. هانتوما البنات بالنسبه للوصفه كنطبقوها على الوجه يكون نقي ما فيه حتى شي مكياج ولا شي حاجه. كتطبقيها هنايا البنات، ديري اختي هنايا حتى حول العيون، لان هنايا كيكون دوك الخطوط الرقيقه وكيكون هاد البشره كتكون حول العيون كتكون رهيفه بزاف ومكيمشه. فديري ليها اختي هاد الوصفه هذه راها ممتازه البنات وزوينه وكتعمل على شد البشره. فانا باش ما نطولش عليكم فيديو غادي ندير الوصفه على وجهي كامل. كما كيبان لكم البنات طبقت الوصفه على الوجه ديالي. كما كيبان لكم الوصفه غزاله وزوينه ورائعه. الا بغيتي طبقيها حتى على العنق ديالك باش كيتوحد لك اللون ديال العنق ديالك، وكذلك الا عندك شي ترهل هبط لك حتى العنق ديالك فانك كديريها الا كنتي ناويه انك غادا تدوشي. فانا درتها غير على وجهي كما كيبان لكم، ولا لاحظتوا درتها حتى على الجفون. راه كتعرفوا التجاعيد الرقيقه كدور على حول الجفون، هي الاولى كتبدا لك بالعينين ديالك فديريها حتى حول الجفون راها زوينه. الا فيك سواد حول الجفون ديال عينك يعني هالات سوداء راه كتوحد اللون ديال العيون، وكذلك البنات كتشد البشره وكترطبهم. ما تخافوش من الوصفه نهائيا. بالنسبه للتجاعيد كما قلت لكم راه جميع انواع ديال التجاعيد راه كتجبد الوجهيه وكتعطيك النتائج من اول استعمال. بالنسبه للوصفه ممكن انك ديريها في الصباح او ديريها في العشيه. بالنسبه لربات البيوت تقدروا ديريها هكا في الصباح وتقضي الاشغال وهي على وجهك وكتقضي الاشغال ديالك في الدار حتى كدوز واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه وكتغسليها غير من الماء
كتغسليها بالماء من الروبيني عادي جدا. اما بالنسبه للموظفات فممكن انك حتى تكوني في العشيه، تجي في العشيه قبل النوم وكديريها كروتين، كديريها ماسك الوجه ديالك وكتغسلي الوجه ديالك بلا صابون بلا حتى شي حاجه، كترطبي بزيت اللوز الحلو او زيت بذور العنب او زيت رشيم القمح. نصحكم هاد الزيوت هذه دائما اللي عندها التجاعيد انها تاخذ هاد 3 الانواع ديال الزيوت، راه من اروع ما يكون. من بعد الوصفه كديري واحد النقيطه من هاد الزيوت هادو كترطبي بها الوجه ديالك وكتمشي كتنعسي. فهذا هو الروتين ديال التجاعيد، الروتين ديال ترهل ديال البشره. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. انا غادي نبقى في هاد الوصفه هذه نقضي الاشغال ديالي ونستفد من الوصفه ديالي ونغسل الوجه ديالي عادي بالماء صافي، ما نديرش صابون نهائيا. انا صراحه خواتاتي ضد انني نغسل وجهي بصابون من بعد ماسك، بحال كتضربي كلشي في الزيرو، يعني ما كتبقاش ديك ما كنبغيش انني نخسر المنافع ديال الماسك، كنبغي نخلي المنافع ديالو على وجهي. كنغسلو بالماء صافي، الا فيه شي ريحه ولا شي حاجه كترشي الماء ديال الورد ولا كديري شي كريم من موراه مورا الطيب فيه ريحه زوينه ولا شي زيت ولا شي حاجه صافي. هذا ما كان. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، ولا كنتي اختي باقا ما درتيش واحد اللايك ديري اختي واحد اللايك، ما تكونيش مسيميمه وما تكونيش اختي زقرامه حتى لهاد الدرجه، راه ما غتخسري حتى ريال. عافاك الحبيبه ديالي، راه كاين القلب الكبير والقلب الابيض والقلب الزوين، فغادي اختي واحد اللايك. وشكرا لكم وكن بلا خيركم. بارطاجي الوصفه مع الاهل والاصحاب، خليت لكم الخير والتيسير وراحه البال والصحه والسلامه يا ربي. وكنحماق عليكم، راكم خواتاتي وراكم في العقل وفي القلب، وكل واحد كيبان من العنوان ديالو، يعني غير من التعاليق ديالو البنات، من التعاليق ديالكم ليا كنعرف انني جامعه غير حبابي وجامعه غير الكبيدات وجامعه غير الناس الطيبين. فكنشكركم بزاف والله يكبر بكم كما كتكبروا بيا، وخليت لكم الخير والتيسير وراحه البال والصحه والسلامه يا ربي والصحيحه هي كل شيء. السلام عليكم ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله.